الشخصية السوية كمان بتقدر تعمل توكيد حقوق، ان هي تأكد حقها من خلال انه يحط حدود للآخرين، بيعرف يحط حدود لنفسه. لكن الشخصية المضطربة ما بيعرفش يأكد حقوقه بقى، ما اتعلمش المهارة دي من صغره، بابا وماما ما دربوهوش على الحتة دي. هتلاقي رد فعله دايما بيكون فيه اما سلبية، ما ياخدش موقف سلبي، او يعنف اللي قدامه. الطريقة اللي بياخد بيها حقه هي طريقة فيها عنف، فيها زعيق، فيها خناق، فيها ضرب، او انتقام سلبي. انا مش هزعق، مش هتخانق، بس هوريك، اشوه صورتك، هتكلم عليك في ظهرك. ده بقى يبان في الجواز، في الخناقات، لو حد غلط في التاني تلاقي الطرف التاني كمان يغلط، والمشكله تكبر المشاكل مع بعض، لان احنا بنستعجل مع بعض. اول ما تاخد بالك انه في معيله، انه ايه ده، هو انا ليه عملت كده، هو انا ليه زعقت في مراتي، هو انا ليه اتعصبت بالشكل ده، محتاج اسال نفسي، هو انا المفترض الكبير في الموقف ده يعمل ايه؟ الكبير يتكلم كويس، يتكلم بهدوء، محتاج افضل احب، محتاج اصبر، اغفل اللي قدامي، اتعلم كشخص ناضج اني ادير الحوار ده، وناخد وندي مع بعض. لو انا باقي على العلاقه، لو انا باقي ان البيت ده يفضل مكمل. الشخص الناضج ياكد حقوقه، بيعرف يحط حدود واضحه مع الاخرين ويطالب بيها، في نفس الوقت يعرف يدير المشكله بشكل فعال، يعرف انه يفضل كبير، يسمع ويحترم. ودي حته مش سهله، ولكن بيكون اختيار، انت عايز تعمل ايه، انت عايز تكبر وتنضج، ده ليه تكلفه.